لا تسمي نفسك سابح اذا ما تسبح هاي السبحة. لا اوقف بروح امك. اول شي نستلم السله ونخلي بيها اماناتنا، او نصعد فوق حتى نتونس بتجربتنا. نخلي ملابسنا ونخفضها، واول شي نروح للساونا الملحيه. راح يحفر لك حفره وبعدين يدفنك بيها، وراح تحس بحروره وراحه مو طبيعيه. ودير بالك تتخيل انت مدفون. وهذن فوائد الساونا الملحيه. هسه نروح حتى نطيح الملح بالدوش، وبعد ما طاح هسه نروح للساونا الحراريه. لا هنا راح تنشوي شوي وتحس نفسك دجاجه، والحروره منين تجيك ما تدري. بعد ما بقينا 10 دقائق تقريبا هسه نطلع ونتوجه للساونا البخاريه. هنا منصدق اللي بصفك ما اشوفه. نبقى تقريبا 10 دقائق وبعدين نطلع ونتوجه للجاكوزي الحار. نقعد بالمي ونسترخي، وعلى هاي القعده غير لو عنده مخده كان صدق نمت. وهسه نروح للجاكوزي البارد، وهنا المي من قد ما بارد يسوي لك واهس تتحرك تمشي تغوط. وبعد ما خلصنا نجي لهاي الغرفه، تقعد هنا وتسترخي على هاي الصبه اللي حرورتها رهيبه، وهنا تقدر تكاسر ماي وتخدم نفسك بنفسك.